حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. انا مرمر. الفيديو النهارده ان شاء الله انا جايه هتكلم فيه عن حاجات حبيتها موت في الميك اب. حاجات بستخدمها على طول وما بقدرش استغنى عنها. آم، وان شاء الله هجيبها تاني وتالت، فحبيت اعمل لك الفيديو دوت عشان لو استفدتي منه اي حاجه. ان شاء الله يعني تستفادي. اول حاجه حبيتها جدا وعشقتها موت وبجد فظيعه وجباره. البالت دي من ان واي اكس بتاعه الكوريكتور اللي هو مصحح البشره. لو بشرتك فيها غمقان، فيها احمرار، فيها هالات سودا، فيها اي حاجه، كل الالوانات اللي موجوده ديت هتعالج لك كل حاجه ان شاء الله. البالت دي انا هعمل عنها ريفيو، بس لو انت حابه تجيبيها من قبل ما نعمل عنها ريفيو هاتيها، ما تقلقيش، جبارة، هتحبيها جدا. فدي اول حاجة انا دلوقتي بقيت بستخدمها كل ما بحط الميك اب، بقيت بستخدمها. بس طبعا بستخدمها لما بكون خارجة خروجة بالليل مثلا، او خروجة مهمة مثلا. لكن لو خروجة مثلا عادية، آم، راحة مثلا ساعة ساعتين شوبينج اي حاجة، لا طبعا مش هحط ميك اب كامل اكيد. فدي ليها استخدامات معينة. بعد كده في الكوريكتور ده الاورنج من الماركة ديت لاجرل، حلو جدا. حبيته جدا. هو فرشة كده خلاص وبتحطيه برضو شغال وحلوة جدا. ده انا كنت جايباه اونلاين. كان 80 يعني او 90 حاجة في الرينج ده، بس حلو جدا يا بنات. وبرضو لو حبيتي تجيبيه هاتيه، بس انا انصحك تجيبي احسن الباليت ديت عشان فيها الوانات كتير. يعني فيها، شوفي، فيها كذا لون، هتوفر معاكي قصدي. بس طبعا لو انت حبيتي تجيبي ده طبعا اللي انت عايزاه. بعد كده نخش على الباودر بتاعت الحواجب من ايسنس. فظيعة فظيعة، حلوة جدا. انا طبعا جايبة لونين، هوريكم الالوان بتاعتها من جوه. هو في بس لونين منها، في الفاتح والغامق. خلاص، هي دي الفاتحة اهيت، اوكي، وده الغامق. تمام. حلوة جدا جدا جدا، فظيعة. لو عجبتك، هو شور هتعجبك. لو انتي لسه ما استخدمتهاش، لا هاتيها وجربيها. وسعرها كان 45 تهيألي، حاجة كده، وهتقعد معاكي فترة يعني. المهم، بعد كده نيجي للكونسيلر. الكونسيلر ده من بورجوا، هيلثي ميكس. فظيع يا بنات، فظيع فظيع فظيع. تقيل، قوامه تقيل. فعلا بحس انه هو الكونسيلر ده ميزته انه بيدي اضاءة تحت العين. يعني بتحطيه بتلاقي الحتة ديت نورت. هو جاي على اصفر شوية، فبجد فظيع. هاتوه بصوا، مش هتكلم كتير عنه. هاتوه، ده كان ب89، تسعة، يعني في الرينج ده، بس حلو قوي يا بنات. حبيته موت، وعلى طول بستخدم الحاجات ديت في الميك اب بتاعي كل ما بنزل. بعد كده نيجي للبلاشر ده من ايسنس. البلاشر ده لونه فظيع، جبار، ملوش حل، بحبه جدا وصيفي جدا جدا. كمان بستخدمه ساعات لاي شادو، برضو بينفع. بس مش قادرة اقول لكم فظيع، ويعني يعني قوي جدا. شوفوا اللون. اللون قوي قوي يعني، يمكن مش باين عندكم قوي، بس هو في الحقيقة قوي جدا. مسحة منه بيشيل. لونه اهو ده الدرجة بتاعته، بصوا اهو عشان زوم اهو. تمام. ف لازم تجيبوه، هو من ايسنس. هاتوه علشان احنا في الصيف دلوقتي فهينفعك قوي. بعد كده الماسكارا دي اللي انا مش عارفه ازاي كنت عايشه من غيرها. اي لاف اكستريم من ايسنس. فظيعه والله العظيم، جباره. انا ما كنتش عارفه انها حلوه كده. انا استخدمتها بقالي 4 شهور او حاجه، انا اتوهمت. فعلا مش بتخليكي تحطي ماسكارا اصلا، خلاص هي بتغنيكي. فعلا سوادها قوي، فعلا بتديكي كأنك حاطه رموش بالظبط. بنصح اي بنوته ما جابتهاش هاتيها، لو ما جبتهاش يبقى انت خسرتي كتير.
ملهاش حل، جبارة. بعد كده الليب لاينر ده من ايسنس. حلو جدا 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 جدا، ولونه تحفة تحفة تحفة. ده لونه البينكي، انا عامة بحب الالوانات البينكي ديت، حلوة جدا جدا وفعلا ثابت. وساعات او مش ساعات، هو اوقات كتير بحطه من غير روج، يعني بحطه هو بس وفعلا ثابت، وباكل وبشرب وما بيروحش، بيروح حاجة بسيطة قوي لكن بيفضل على الشفايف. فحبيته جدا وان شاء الله برضو هرجع اجيبه. بعد كده نيجي ده جل الحواجب من ماركة فوريفر 52. تمام. ده كنت جايباه اونلاين. جايباه بقالي يجي 7 8 شهور. فظيع يا بنات. درجتي فيه 4 اهي. فوكس اهي. اوكي، بيجي معاها طبعا الشنطه الصغيره دي اكتر حاجه عجبتني، وبيجي معاها الفرشتين دولت، فرشه زي الماسكارا عشان تمشطي الحاجب، وفرشه عشان تحطي بيها الجل. فظيع جدا، حلو جدا جدا. بس هما كانوا بيقولوا ان هو بيقعد معاكي اسبوع وما بتمسحش والكلام ده، وتحطي ميه وما بتمسحش، وتشيليه بميه وما بتمسحش. لا خالص. بيتشال على طول لو انتي مسحتيه بالميه او بزيت جونسون مثلا او حاجه. بس كهو ان انتي تحطيه وتقعدي طول اليوم بيه، ما بيتحركش خالص، بيفضل زي ما انتي. يعني لو انتي خرجتي الصبح ورجعتي بالليل مش هيتحرك خالص، ودي احلى حاجه عجبتني فيه. انا ما كنتش بعرف احطه اساسا، يعني اول لما جبته انا افتكرت نفسي مش هعرف احطه لان هو الجل، وانا مش متعوده على الجل. بس لقيت استعماله سهل جدا. فلو انتي خايفه منه عشان مش هتعرفي تحطيه، لا لا، بقولك هاتيه وجربيه لان هو سهل جدا في الاستخدام. فمش هيتعبك، ونقطة منه، نقطة يعني سنتوفة كده، حاجة بسيطة جدا، هيكفي الحاجبين. فهيقعد معاكي فترة طويلة. ده كان ب100 وي، بس مش فاكرة بكام قوي بصراحة. فحلو جدا وان شاء الله هرجع اجيبه اكيد. بعد كده الهايلايت ده من ايسنس. فظيع 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 فظيع. أم يعني قوي جدا. بقارنه بالاضاءة بالهايلايت بتاع ماري لو. بجد والله العظيم فظيعة. حلوة جدا وعلى طول بستخدمها واكيد بنصحك بيها. بعد كده نيجي بقى للارواج. في روجين دولت من مايبلين. ميبلين. اول درجة 642، دي درجة على بني. وتاني درجة 146. حلوين قوي، والدرجة دي بالذات تنفع قوي للصبح، للصيف اللي احنا فيه. للصبح بيدي لون خفيف خالص كأنك مش حاطة، بس بيدي لون وردي للشفايف، بيبقى حلو قوي. بس هو خفيف خالص وبيروح مع الاكل وما بيقعدش، يعني هو ملوش تغطية اصلا يعني. بس هو شغال كويس للناس اللي بتحب الحاجة تكون خفيفة وكده. وده اللون البني برضو نفس الحكاية. حبيتهم برضو، بس ما بستخدمهمش كتير بصراحة، بس حبيتهم. خفاف كده على الشفايف. بعد كده الروجات ديت من ايسنس. اول درجة 07 ناتشورال بيوتي اهي. مش عارف الفوكس النهاردة ماله. تمام. دي الدرجة بتاعته. حلوة جدا جدا جدا، حبيته دايما بحطه، وثابت ثابت حلو قوي. ده كان ب40، الروجات دي كانت ب40. ودي الدرجة التانية رقمها 11، رقم 11 نيود لاف. حلو قوي يا بنات، وبرده فظيع الدرجات بتاعته. الاسعار بتاعت الارواش بتاعت مايبلين ديت بتهيألي كان بحاجة و80 الواحد، بس مش فاكرة بالظبط. واخر حاجة نتكلم عن السان بلوك. السان بلوك عشان طبعا احنا في الصيف والشمس. هو سان بلوك المفروض يتحط في الصيف وفي الشتاء. ده من افين، فظيع فظيع. ده SPF 50. وحاولي لما تيجي تجيبي حاجة زي كده لازم يكون 50، مش اكتر ومش اقل. حلو جدا. وخلي بالك ان افين في منه للبشرة الجافة والدهنية. لو وانتي بتشتريه حاولي تسألي. وعلى فكرة هو للبشرة الدهنية بيكون فيه علامة زرقاء،
اوكي. حلو جدا وفعلا بيحمي من الشمس. انا كنت بحطه وانا لما بكون مثلا في مكان بيكون فيه شمس جامد، يعني مثلا انا جربته وانا في الغردقة مثلا وانا في شرم، يعني قصدي كنت في اماكن بيكون فيها شمس فظيعة، مش يعني مش زي هنا في القاهرة، لا، شمس القاهرة دي دلع شوية. لكن انا جربته في اماكن الشمس فيها كانت صعبة جدا وكانت قاسية جدا، فعلا فعلا بيعمل نتيجة فعلا وما اسمرتش او حاجة. كنت بحطه على ايدي طبعا، وبحطه على وشي، وكمان كنت بحط وراه الميك اب. عادي جدا ممكن تحطي وراه الميك اب، مفيش فيها اي مشكلة. انصحك بيه اكيد. وبس حبايبي، هو دي كانت كل الحاجات اللي انا حبيتها. يا رب بس ما يكونش الفيديو طويل عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا بأي حاجة. لو عايزتوا أي حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا وبموت فيكم، وباي باي.